هالو everybody. أنا كريس هيل، قائد قيادة المركزية الأمريكية. يا سلام يا جدعان. أنا أنت ما عرفت أنا. انت اللي مين وانت بتعمل ايه؟ أنا قائد واني هريدي ومسؤول القاعة هنا. وأنا عملي قائد أساطيل البحرية وحاملات الطائرات الأمريكية. ممكن دقائق يعني أكمل المؤتمر الصحفي؟ بقى ما تطولش عاد، معانا هنا فرح حريم وعايزين القاعة. دقيقة بس. وأنا أؤكد لكم وبكل فخر أساطيل القوات البحرية الأمريكية ستسيطر على العالم بأكمله. انت بتقول ايه؟ هيبة ايه وبهيمة ايه؟ بأمارة 11 أسطول منتشر في البحر كله و11 حامل الطائرات في العالم كله. يعني بقى انتوا 11 حامل وانت حتولدوا؟ نو يعني حاملات طائرات كبيرة، يعني مثل الإيزنهاور. إيزنهاور ودي مقاسها كام؟ أخي ماشي جلبية، فهم. هذه السفينة كبيرة تعمل طائرات حربية كبيرة. ما تقول لي من الصبح بقى كده، تقول يعني مطار. أنت لو تركزي معي شوية أقول لك هي سفينة كبيرة حاملة طائرات في البحر، وهي اللي خوفت العالم وركعتهم، خلتهم كلهم يفتجئوا منها. أباي معاك في اليوم اللي ما يعديش ده. احنا خوفنا دول العالم كله خوفناهم، ما حد قدر انه يهزمنا. ومين الدزمة اللي قاعد يحكي لك هذا الكلام؟ هذه حقيقة يا حبيبي. 70 سنة وهنا في البحر ولا واحد قدر انه يوقف امام امريكا ولا انه يركعها ولا يخليها تخضع. ولا واحد. أباي قول لي بقى، حملات الطائرات دي والسفن الأمريكية في البحر الأحمر هربت ليه؟ ما أنقل لك هذا الخبر، ما هتهرب، أنا اللي استدعيناهم إحنا. والنبي طب عليك أنا. أنتوا استدعيتوها. أيوة. بقى وش الكلام ده يا راجل يا دزمة، مصدق حالك بقى. اسمع بقى، الهيمنة دي والكلام ده ما يمشيش علينا، احنا شفنا هيبتكم، والهيمنة دي انداست من اليمنيين في البحر وهربتوا. ما ذا كلام فارغ. والنبي كلام فارغ، انتوا كلامكم فارغ بقى. انا شفت بعيني ده وده والسفينة اللي بتحكي عليها روزفلت وزنهاور والانكنون اللي بتحكي عليه ده، وهي هربت من البحر الاحمر. بقى عاد هربت امريكا والكلام ده ماتت بالزمان. تمشي بالهيلة ولا اندهلك اليمنيين؟ لا يمنيين لا، والجيش اليمني لا، انا رحلي تلهي. اندهلك يحيى سريع. لا يا سريع، عندك مجنون كذاك يا جنة. يا دزمة، ناس ما تختشيش، ناس ما تمشي الا بعين حمراء.